أنا دكتور شريف عاصم، مدير عيادة الأسنان هنا في مستشفى 57. احنا هنا في المستشفى بنستقبل كل الحالات اللي بتجيلنا اللي بتتردد على المستشفى، بنعالجهم وبنشمل الرعايه بتاعتهم من ساعه ما بيخشوا المستشفى لحد ما بيخلصوا العلاج على خير ان شاء الله. رحله العيان بتبدا من اول ما بيخش المستشفى، يبتدي يجي لنا في العياده، نبتدي نبص على حاله الفم والاسنان، نشوف ايه الاخبار، لو في اي مشاكل عنده، لو في اي مشاكل سابقا موجوده، ايه الحاجات اللي نقدر نساعده فيها في الاول قبل ما يبدا رحله العلاج، بحيث ان احنا نقدر نحلها قبل ما يبدا العلاج الكيماوي او الاشعاعي بتاعه. وبعد كده لما بيبدا علاجه بنفضل مكملين معاه رحلته، وبنقدر متابعينه على طول على قد ما بنقدر، بحيث ان احنا نقدر نتدخل في اي وقت لو في حاجه فيها الم او اي حاجه غير طبيعيه حصلت مع فتره العلاج، لان العلاج الكيماوي والاشعاعي ليه تاثيرات كتيره قوي على صحه الفم والاسنان، فبالتالي محتاجين نبقى دايما جنب العيانين بتوعنا. احنا هنا في العياده بنستقبل يوميا من 25 ل 30 حاله بصفه يوميه، ما بين حالات لسه جديده تحت التشخيص او حالات لزرع النخاع او حالات اللي تحت العلاج الكيماوي او الاشعاعي، وبنتكفل بعلاجهم بصفه مجانيه هنا في المستشفى يوميا. من الحاجات برضو اللي بنشغلها بصفه يوميه حالات اللي محتاجه زرع نخاع، الحالات دي لازم احنا بنتدخل معاهم، نتاكد ان مفيش اي مشاكل في بقهم من ناحيه التسوس او الجير او اي التهابات او اي حاجه ممكن او اي نشاط بكتيري محتمل في البق، فدول لازم بنعمل لهم زي علاج شامل للاسنان لكل المشاكل اللي عندهم قبل ما يبتدي يخش الزرع، عشان ما نتسببش في اي مشكله بعدين. طبعا العيانين بتوعنا بتوع العلاج الكيماوي مشاكلهم الكتيره، اهم حاجه صعوبه في الاكل وفي الشرب، تقرحات، غير طبعا التسوس والمشاكل اليوميه، فاحنا عشان كده لازم نكون دايما متابعين معاهم وعينينا عليهم على طول، وبنتابعهم اول باول. ولو ظهر اي مشكله بالتنسيق طبعا مع دكاتره الاورام ومع دكاتره الاشعاع، بنقدر ان احنا نتدخل في التوقيت المناسب للعيان حسب تحاليله وحسب الجرعات اللي هو ماشي عليها، بحيث ان احنا نقلل اي سايد افكتس او اي اعراض ممكن تحصل نتيجه علاج الاسنان في اثناء فتره العلاج الكيماوي. احنا بنتعامل مع العيانين من اول يوم، من ساعه ما بيبتدي التشخيص بتاعه من دكاتره الاورام، بنبتدي نشتغل معاه من ساعتها، ونفضل معاه طول الرحله العلاجيه بتاعته من اول يوم لحد ما يخلص رحله علاجه واخر يوم خالص ويبتدي يعيش حياته طبيعي.